إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. هم بكرة، هم مين وهم الفكرة، مين وهم الحي، مين خليكي فاكرة مين؟ إمبراطورية شين. إمبراطورية شين. ومعنا من الشباب نتعرف عليك. أنا السائر محمد ترك، مؤسس لشباب ثورة الفيسبوك. من شباب الثورة، يعني اللي المفروض إن هم يكونوا شباب مصر الأول اللي قدر يعمل حاجة عن طريق حاجة جديدة كانت جوه مصر اللي هو الفيسبوك. قدرنا إن احنا نقلب نظام حكم كان مستبد على الشعب المصري وعلى مصر. أهم مصر قصدم مصر، خلاها بدل من مصر الحضارة والقيادة خلاها حاجة، يعني وصلها إن هي تكون حارة صغيرة. دايما يا محمد كما عرفت نفسك إنك السائر بيبقى عنده، يعني السائر ده كلام كتير قوي عايز يقوله، وبيبقى جواه أشياء كتير قوي، خاصة إن بتبقى أحلامه وطموحاته أعتقد أكبر بكتير مما بيتم تحقيقه على الواقع. تمام. بصراحة أنت بتطلب إيه من النظام الحاكم الآن؟ يعني من سيادة الرئيس دكتور محمد مرسي، من القيادات الوزراء مجلس الوزراء، بتقول لهم شباب الثورة إزاي يقدروا فعلا يستغلوهم استغلال حقيقي فعال؟ في إن هم يستغلوا قدراتنا، يستغلوا أفكارنا، يستغلوا من الشباب الجميل اللي خرجوا وصار عشان خاطر مصر وعشان خاطر المصريين، إن هم عايزين يخلوا مصر حاجة جميلة ويخلوا المصريين بمنظر جميل وأجمل. إن العالم كله يبص على حضارة مصر، يبص على الشباب اللي فعلا قدر إن هو يحقق حاجة جميلة لمصر. بصراحة أنتوا حاسين إن أنتوا فئة مهمشة؟ إزاي؟ فئة مهمشة بإن إحنا شايفين كل اللي إحنا كنا بنحلم بيه ما بيتحققش. كله؟ كله. طب دي مش نظرة ظالمة شوية؟ لا بالعكس، أنا واحد من الناس، أنا مصري وعايش في مصر، شايف إن أنا بقيت ممشي في الشارع، كان كل أحلامنا كل طموحاتنا في إن إحنا ما يبقاش فيه أي سلبيات، أي شيء مثلا يهنا لبعضينا. المفروض إن إحنا نكون ملتزمين، نكون كويسين، نخلي العالم ككل يبص للمصريين نظرة حضارية مثقفة تعليمية، إن إحنا لازم نوصل للعالم كله إن إحنا أكتر ناس عندنا حضارة. طيب أنت مش معايا إن الشباب المفروض يقوموا بالمجهودات دي من أنفسهم كده لوحديهم مع بعض، مجهودات شخصية، يجمعوا بعض ويقدروا ينزلوا الشارع ويعملوا حاجات ويساعدوا الناس، ولا لازم بيكون من خلال قنوات شرعية؟ لازم يكون في قنوات شرعية، لأن أنا عايز أقول لحضرتك من الدعاء إن أنا لما بعمل كده بيتقال عليا مجنون. يعني اللي هو مثلا ألاقي مثلا حد بيرمي سوري القمامة في جنب بيت حد، أقول له كده ما ينفعش، كده غلط، دي الأحلام اللي إحنا كنا بنحلمها. ألاقي حد مثلا ماشي عكس الطريق، أقول له أقف قدامه بعربيتي وأقول له كده ما ينفعش، كده غلط. ألاقي حد بيرتشي في أي جهة حكومية، مرور، حي، أحياء، بقدر ان انا بتعامل وبصور واقول كده ما ينفعش، احنا ما كناش عملنا ثوره، والناس اللي ماتت دي ما ماتتش عشان خاطر ان احنا نعيب على نفس النظام وعلى نفس النهج اللي احنا كنا ماشيين عليه. ولو حبيت اسالك عن ائتلاف شباب الثوره على الفيسبوك الان، بتعملوا ايه؟ بتحاولوا ان انتوا توجهوا رساله للشباب محتواها ايه؟ هو الرساله يعني هو في رسالات كتيره بنوجهها للدكتور محمد مرسي، تمام، بالافراج عن معتقل الثوره، الافراج عن ضباط 8 ابريل وغيرهم، اعاده محاكمات قتل الثوار، تمام، لان احنا شايفين ان فيها مهزله. فين حقوقنا اللي اتسرقت ونهبت وحقوق مصر؟ فين حقوقنا من الموارد والثروات اللي موجوده جوه مصر؟ من حق كل مواطن في مصر ان هو المفروض يكون ليه عائد، يعني على حقه على مصر ان هو يكون ليه عائد من الموارد والثروات اللي موجوده جوه مصر. مصر مش فقيره، مصر غنيه. ما يحسسوناش ويفضلوا يحسسونا زي النظام السابق ان هنعمل قرض وان مصر مديونه وي. لا، احنا شايفين وعارفين. انا واحد من الناس اشتغلت في اماكن كويسه الحمد لله رب العالمين، اعرف قدرات مصر، يعني اعرفها بان انا شفت فعلا. يعني انا كنت بشتغل في منجم زي منجم السكري، تمام، من قبل الثوره.
الشعب المصري هو اللي ما ينقبش زي ما هو حفر قناه السويس، وان هو تعب وشقي عشان يقدر يعمل حاجه لمصر. ليه احنا اللي ما نحققش؟ وليه احنا اللي ما نعملش؟ نجيب ليه شركات من بره؟ وطول ما في شباب زيكم بيناضل وبيطالب اكيد هيتحقق. يا رب. الإمبراطورية مين؟ الإعداد والتقديم لدعاء صبحي. أصدقائي المستمعين متابعين معنا فترتنا المفتوحة، يسعدنا أن يكون معنا اليوم أحد الثوار الثائر محمد ترك. أهلا بيك. ربنا يخلي حضرتك. أنت صاحب موقع على النت هو ائتلاف شباب ثورة الفيسبوك، وكنت مؤسس لجمعية صوت شباب الثورة. طبعا احنا دايما في إذاعة شباب والرياضة بنحب ان احنا من حين لآخر كده نلقي الضوء على شباب الثورة الحقيقيين اللي هم بالفعل شاركوا في الثورة، كان ليهم دور فعال. في البداية يا محمد، انت يعني حاسس ان انت مبسوط والثورة بدأت فعلا تخطو خطواتها الأولى، ولا منزعج من بعض الأشياء؟ هو في انزعاج من بعض الاشياء. بمعنى ان انا يعني المفروض ان انا كنت في خلال ال 18 يوم او ما قبل 18 يوم، ما قبل 25 يناير، ما كنتش شايف غير ظلم وفساد واستبداد وهيمنة على الدولة وعلى الشعب المصري. وده كان كلامنا على الفيسبوك قبل الثورة. بعد 25 يناير ونزلنا للشارع ونزلنا للميادين ومحاربتنا للمؤسسات الداخلية والحزب الوطني الكيانات، صممنا ان احنا لازم ننتصر، صممنا ان احنا لازم نكون ارادتنا اقوى من اي فساد واي ظلم. اتجهنا على اننا خلاص بقى اللي هو يعني احنا ميتين، لا نعيش بكرامة لا نموت بكرامة. في خلال ال 18 يوم اللي كنا قاعدينهم في الميدان، ما كنتش شايف قدامي غير ان انا هموت او ان انا هعتقل او ان انا هتنفي. يعني ما كانش في حاجه غير الثلاثه دول، بجانب ان كان برضو نظرتي للسما كده وانا بقول يا رب ان يعني ربنا ينصرنا ويقوينا. كنت شايف حته امل. كنت شايف حته امل برضو ان شاء الله باذن الله ربنا اقوى من اي انسان او اي كيان. دلوقتي بقى بعد نقول انقضاء تقريبا يعني عامين او عامين الا نقول بضعة اشهر، انت شايف الوضع ايه؟ سيء جدا. ليه؟ ما احنا لينا رئيس جديد دلوقتي منتخب فعلا، انتخاب حقيقي، وبدأت المؤسسات اللي هي نقول اتدمرت خالص بدأت تقف على رجليها. الشعب المصري ده من اهم شيء في ثورتنا. الشعب المصري اللي هو هيقدر فعلا يبني مصر من جديد. الشعب المصري اللي هو عاش فترة طويلة على مدار السنين مذلول، متهان، متقدر، إرادته مصلوبة. المفروض ان يعني بعد الثورة دي يكون التركيز كله على الشعب المصري. اللي انا شايفه ان في جميع الانحاء في جمهورية مصر العربية مش شايف غير ان الشعب المصري مش ما عندوش وعي كافي ان هو يقدر فعلا يبني مصر من جديد، اللي هو يقدر يتعامل مع بعضه. في اثناء الثوره وما بعد الثوره كان الشعب المصري كان متعاون، كان متلاحم. ممكن ان انا برضو عندي حته برضو ان انا عايز ارمي اللوم على الاعلام. وممكن تكون مثلا عايز برضو اقول حاجه كويسه، يعني اللي هو مفيش حاجة، يعني مفيش كقناة أو كأي كيان بيوصل للشعب، بيوصل للإنسان إن المفروض إن كان في ثورة، المفروض إن كان في ناس ماتت، المفروض إن كان في شباب زي الفل وزي الورد ضحى بحياته عشان خاطر البلد دي وعشان خاطر المصريين يبقوا بخير. يعني ائتلاف شباب ثورة الفيسبوك اللي هم قاموا بالثورة فعلا عن طريق الفيسبوك في البداية. انتوا دلوقتي بتكتبوا ايه على صفحتكم؟ بتحاولوا تنادوا بايه؟ طلباتكم ايه مثلا؟ طلباتنا يعني هو دلوقتي متركزة على ان احنا دلوقتي المفروض يعني مش عايزين نقلب البلد تاني، مش عايزين ان احنا يعني معترفين في سيطرة حزب واحد مثلا، او يعني نقلب البلد لايه؟ مش عايزين، لا مش عايزين سيطرة. احنا كنا ضد السيطرة، ضد الاستبداد، ضد الهيمنة. يعني بغض النظر عن اي شيء، يعني لا احنا عايزين مصر تكون ديمقراطية، اللي يمسكها مصري حر، انسان مصري حر، اتذل، اتهان، تعب في حياته، شاف الظلم وشاف الاستبداد وشاف الهيمنة وشاف الاهانة، عشان اقدر اقعد على الكرسي واقدر ان انا فعلا احس بالبني ادم اللي هو البسيط اللي هو عايز يعيش بكرامة. استاذ محمد، يعني طبعا المعارضة احنا دايما بنقول هي واجبة ومفروضة وموجودة، وجودها ده شيء صحي وسليم
لاي نظام في الدنيا او في العالم. انتوا بتحاولوا ان انتوا تعملوا اعتقد الحمله اللي انتوا بتدعوا اليها او يعني بتنادي ليها دلوقتي، هي حمله ايه؟ حملة ال100 يوم سيادة الرئيس. بتتابعوها بتقيموها؟ اللي هو بنقدر ان احنا مثلا دلوقتي ان الدكتور مرسي قال ان في بعد 100 يوم بعد نجاحي المفروض ان انا هحقق اهداف معينة فاللي هو الحملة دي عايزين نعرف ما تحقق وما لم يتحقق. اللي هو منها احنا مش عايزين نقلب الدنيا احنا كصور، يعني في اي حاجة مثلا اي حاجة بنعملها بتتقلب الإخوان المسلمين بيقلبوها ضدنا، بحيث إن هم ممكن مثلا يخلونا فلول، يخلونا حاجات كده غريبة. يعني إحنا كثوار حقيقيين المفروض إن هم معترفين إن إحنا كثوار، وإن هم أصلا في الأول وفي البداية هم ما كانوش معترفين بالثورة. تمام، دي وجهة نظرك، معلش تمام، مفيش علشان مشكلة مفيش مشكلة. لا بس هو فعلا دي حقيقة ان هم كانوا فعلا غير مؤيدين للثورة ولا للنزول يوم لكن 25. لا احد ينكر ان نجاح الثورة كان بالاخوان المسلمين، لا بفضل ودي من الله مش ثم ونعم بالله، اه ولكن فعلا هم مجهوداتهم برضو محتسبة، دي شهادة يعني لابد ان انا معلش اقولها ما لك. فيش مشكله من البعض. بس هو انا عايز اقول ايه برضو، ان الاساس في البدايه، مم. يعني بدايه الكيان او المكان بيبقى الاساس. تمام، هو الاساس كان طبعا ربنا جعلنا سبب ان احنا اللي قدرنا نفعل ونقول ونتكلم عن اللي كان بيحصل على البلد وعلى طبعا. الشعب. طبعا مع احترامي ليهم كلهم، لا انا فعلا كنت بشوف، بس اللي هو بعد برضو 28 بعد ما الداخليه انسحبت بدأت أشوف الإخوان معانا وموجودين متواجدين في طيب الميدان. في تقييمك يا محمد بصراحة، يعني قدرتوا تعملوا حصر كده، شفت الوضع ايه، اتحقق كام في المية تقريبا؟ هو اللي أنا أقدر أقوله برضو شهادة حق برضو، يعني برضو عشان أتكلم في الحق كأمن. تمام، شايف فعلا إن الأمن بدأ ياخد دوره الصحيح. تمام، كمان في أوقات وبس في حبة حاجات كده برضو عايز أعقب عليها برضو بالنسبة للداخلية وبالنسبة للأمن، ان يبقى في برضه حته ان يعني في الكمائن او في الطرق السريعه بيبقى في ناس تعبانه، بيبقى في ناس مرهقه، بيبقى في حاجات كتيره كده بتبقى جوه البني ادم هم ما بيبقوش حاسين بيها. فيعني على الاقل مثلا يبقى في بدل ما يستخدموا الطريق كله يستخدموا مثلا حاره واحده، ويبقى في مثلا 3 حارات يعدوا الناس اللي هي تعبانه المرهقه، او ان هو ما عندوش اي حاجه، وان هو يتحقق من هويته او شخصيته، بحيث برضو ان ما يبقاش حمل على الشعب المصري، وان يبقى في ناس بتبقى فعلا تعبانه عموم بس دي حقيقه. الامن دي ممكن نكون مثلا دي خطوه ايجابيه. أنا سعيدة باجتهاداتك، ودايما يعني بنقول إن المعارضة ده شيء أساسي، وإحنا لازم برضو بنلقي عليها الضوء، وبنتكلم عن شباب الثورة، بنشوف طموحاتهم إيه وأهدافهم إيه وأحلامهم إيه. وموضوع حملة ال100 يوم ده شيء جميل إن أنتوا بتتابعوا اللي حصل واللي هيحصل، وهتعملوا تقييم شامل في نهاية ال100 يوم. في النهاية يا محمد، أنت مؤسس جمعية صوت شباب الثورة، أخبار الجمعية إيه؟ عايز اقول لحضرتك ان يعني فقدنا السيطره باسباب ان في كانت الجهات المختصه لتفعيل الجمعيه كانت برضو كان فيها حبة عواقب كده، وكان في حاجات كده عقدتنا برضو. يعني احنا كنا شايفين الدنيا حلوة، وان المفروض كان يبقى في تسهيل، وان المؤسسات تقدر تساعدنا وتقف جنبينا على اساس ان احنا نقدر نعمل حاجة لمصر وللشعب المصري. بس للأسف لا الجهات نحاول برضو، انتوا المختصة عندكم دايما العزيمة قوية، بقت ولازم تحاولوا ان النشاط الجماعي يستمر ان وما شاء الله توقفوهوش، ان شاء لان ده الله. عنوانها يكفي انه عنوانها صوت شباب صوت الثورة. شباب الثورة. وانا سعيدة بيك جدا، ودايما اذاعة شباب والرياضة بتحرص على استضافة الشباب ليعبروا عن ارائهم ايا كانت. ربنا يخلي حضرتك يا نرجع مولانا. لاستوديو 16 وهواء الشباب والرياضة. شكرا. العفو منه. كام يا ايهاب؟ 9. حلو. قولي بقى الحملة دي انت في حاجات مثلا طلعتها بالنسبة طلعت حاجات اتحققت وحاجات ما اتحققتش ولا لا؟ لا هو في الأمن بالنسبة للأمن أنا شايف إن هو بتاريخ 10/9 صح؟ النهارده فترة مفتوحة بتاريخ 10/9. بالنسبة لموضوع الأمن، بس لسه في حاجات كتيرة برضو. يعني المفروض أنا زي ما أنا شايف إن وزير الداخلية بيشتغل، شايف برضو لازم يكون وزير المواصلات يشتغل، لازم يكون وزير الصحة يشتغل. تمام، بحيث إن يبقى في فعلا تغيير.
صح. تغيير شامل على وده مطلوب طبعا. يعني تمام. والله يا مدام دعاء عايز اقول لحضرتك ان لحد دلوقتي بشوف مستشفيات حكومه اهانه للشعب المصري. لحد دلوقتي بشوف في حتت برضو، يعني موضوع ال الرقابه على الطرق وكده، موضوع التكاتك كتير ده منتشر. مصيبة. ده يعني من عارفه ساعة ما قال الرئيس توك توك كله والدنيا بقى خلاص فتحت. تكاتك. تمام. عايز اقول لحضرتك بقى ان من شباب مصيبة الثوره، على بصي رأيك. بقى انا هقيم لك نفسي يا مدام للأسف. دعاء. بصي بقى، يعني عايز اقول لك والله والمسيحه دي بجد، انا واحد بيتقال عليا دلوقتي ان انا مجنون. ليه؟ ليه؟ بشوف توك توك ماشي عكسي، مم. ممكن اقف قدامه تمام وعرضه واعترضه واقول له ان انت ممكن تكون ليك اماكن معينه مختص بيها مم. تمشي من خلالها، غير كده ما تمشيش. تمام. أيوة. الاقيه على الدائري، الاقيه على الكورنيش. طب ما انت كمرور او انت كامن مثلا، زي ما انت شايف مثلا شغلك مع الناس، برضو شوف شغلك برضو مع الناس دي. طبعا المفروض. يعني عارفه صح.